بند مهم جدا لازم تضيفه في عقد البيع لو انت ربنا كرمك بشوية فلوس وهتشتري شقة. البند ده ناس كتير جدا بتنسى تضيفه في عقد البيع لما بيشتروا الشقة، وبيكتفوا فقط بان هما يراجعوا مستندات الملكية او يحطوا شرط جزائي على البائع او المشتري. البند ده ان انت لازم تذكر في العقد صراحة ان الشخص اللي بيعلك الشقة دي ملتزم بالحضور امام المحكمة للاقرار بصحة التوقيع، او قدام الشهر العقاري للاقرار بصحة البيع في حالة ان انت هتسجل. طيب، ايه اهمية الاقرار او اهمية حضور البايع في دعوى صحة التوقيع قدام المحكمة المدنية المختصة اللي هتصدر قدامها الدعوة بتاعة صحة التوقيع؟ الأهمية إن الحكم لما بيكون حضوري بتاع صحة التوقيع، المالك أو الشخص اللي موقع العقد ما يقدرش يطعن على العقد لاحقا أو على صحة التوقيع لاحقا. طبعا خلينا متفقين إن دعوى صحة التوقيع لا تثبت ملكية برضو عشان يبقى الكلام واضح، ولكن ده بيبقى حاجة بتقوي أو بتؤيد إن الشخص ده مضى على المحرر اللي قدامك اللي هو عقد البيع. بالإضافة إن الجهات الحكومية لما بتيجي تلاقي الحكم حضوري في صحة التوقيع، سواء كان شركات المية أو الغاز أو الكهرباء أو غيره من المرافق، بيعتمدوا العقد مباشرة دون البحث أو بحث أسباب الملكية، أو يدوروا على أسباب تانية لملكية العقار اللي حضرتك بتنقل المرافق بتاعته. فولو لايك، استنوني في معلومة قانونية جديدة.